السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا في الله، يا رب تكونوا بخير. اتمنى من حضراتكم الاشتراك معايا والمتابعة. حابين نتكلم شوية عن فريق نادي الهلال والمشاركة اللي عملها في كأس العالم، وعايزين نقول يا اخوانا ان اللي عمله النادي الهلال السعودي في صعوده ده مش انجاز. ده مش انجاز خالص. ده فريق فيه لعيبة فيه متجابة ب55 مليون، فيه لعيبة متجابة ب23 مليون. ياسين بونو ده بسم الله ما شاء الله لعيب متأسس في أوروبا، في إسبانيا تحديدا يعني. أنا الصراحة الحارس ده يعني حارس محترم جدا، وعجبني أداؤه بصراحة، يعني حارس عظيم جدا. طبعا اللي خسر نتيجة أخطاء دفاعية باينة أوي يعني. كان يقدر يكسب بسهولة جدا الماتش اللي هو بتاع فلومنسي ده. لكن مفيش حاجة بتكمل إلا إذا إحنا لازم نتعلم منها. اولا نادي الهلال محتاج بس شويه اضافات، وهو يبقى فريق كويس جدا. اضافات تقريبا على الناحيه الدفاعيه تحديدا، وعلى برضو لاعب صانع لعب. يعني هم انا ملاحظ ان ما عندهمش حته صانع اللعب دي، مش باينه قوي فريق الهلال. اتمنى ان هم يحاولوا يعني يصلحوا الحته دي. اما على مستوى النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان برضه مشارك في هذه البطوله، ولكن هو خرج للأسف. والله هو كان بيأدي أداء كويس جدا، وأدينا شفنا يعني جمهور النادي الأهلي العظيم موجود في كل مكان، في أي حتة على كوكب الأرض. يعني لو الأهلي بيلعب في المريخ خلاه جمهور النادي الأهلي يعني. أتمنى بس إن النادي الأهلي يفهم كويس إن هو معاه تيم كويس أوي، ولكن برضه هو نفس فكرة الهلال مع الفرق الكواليتي. نادي الهلال جايب لعيبة قلنا ب55 و20 مليون لا احنا طبعا احنا بره القصة دي، ولكن في امكانياتنا نقدر نجيب. احنا محتاجين نبني على الفريق اللي موجود دلوقتي، هو فريق محترم. كفريق النادي الاهلي محتاج بس ايه شويه اضافات، خاصه على مستوى الباكات يمين وشمال، وعلى مستوى السيرد باكات محتاجين برضه، وعلى مستوى صانع اللعب. واتمنى النادي الاهلي يركز على كلمه صانع اللعب دي. النادي الاهلي محتاج اكتر من لاعب في المركز ده بالذات. واتمنى النادي الاهلي يعني ما يدقش قوي على اللعيبه اللي هي بقالها كتير. يعني انت لعيب بقاله بيلعب عندك 6 سنين، طلعه بره، ده طموحه خلاص. في لعيبه طموحها مع الفريق خلاص، هو طموحه دلوقتي انه ياخد فلوس. فانت النوعيه دي مش هتنفعك. وادي لعيبه، اللعيبه عايزه تلعب كوره. يعني انا عايز افهم مصطفى شوبير تحديدا، البطوله الافريقيه اللي احنا خدناها اخر مره، الراجل ده كان ليه دور كبير جدا، كان المفروض يلعب اساسي. ما لعبش اساسي. يعني اتمنى ان احنا نغير من جلد الفريق عشان نوصل لشيء افضل. وان شاء الله التوفيق للجميع، واشكركم، شكرا لكم. السلام